اهلا وسهلا بكم في الحلقه الثانيه من برنامج مونديال الانديه مع جيمي. النهارده هنحلل ونقول بعض الارقام من المباريات الاربع مباريات اللي اتلعبوا امبارح. اول مباراه بايرن ميونخ واوكلاند سيتي اللي خلصت 10-0. كومان يسجل اول هدف ليه في البطوله. موسيالا يسجل اول هاتريك في البطوله. موسيالا يسجل اول ضربه جزاء مسجله في البطوله. مولر يسجل هدفين ووصل للهدف رقم 250 ليه مع بايرن ميونخ. تاني مباراة كانت باريس سان جيرمان واتلتيكو مدريد. مباراة خلصت 4-0. كانت هيمنة كاملة. باريس سان جيرمان بالنسبة لي هو أفضل فريق في العالم. الشوط الأول خلص 2-0. أول هدف سجله فابيان رويز والتاني هدف سجله فيتينيا. الشوط التاني اتلتيكو مدريد اتلغى له جون جونيور ألفاريز. اتلتيكو مدريد مدافع بتاعه لونجلي اتطرد في الشوط التاني. الهدف الثالث لباريس سان جيرمان سجله مايلولو الجناح الشاب. والهدف الرابع ضربة جزاء سجلها لي كانج إن في تاني ضربة جزاء مسجلة في البطولة. المباراة الثالثة كانت بالميراس وبورتو. مباراة انتهت 0-0. مباراة كانت بالميراس أحسن فيها. بالميراس ضيع الفوز. كان في تألق من حارس مرمى بورتو وبورتو كسب نقطة. المباراة الرابعة كان بوتافوجو وسياتل. مباراة خلصت 2-1. الملفت في المباراة كان الثلاث أهداف بالراس. أول هدف سجله كونيا بالراس مدافع بوتافوجو. تاني هدف سجله جيسوس مهاجم بوتافوجو بالراس. والهدف اللي بتاع سياتل كان بالراس برضه. سؤال الحلقة: إيه أحلى هدف امبارح في المباراة الأربعة؟ مستني إجاباتكم في التعليقات. ولو عجبكم الحلقة لايك وشير وسبسكرايب. عايزين نوصل 1000 مشترك في أقرب وقت ممكن. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.